بتحس إن في حاجات لازم تعملها، عندك واجبات ومذاكرة وحاسس إنك مش قادر تعمل الحاجة دي، بتحس إن دماغك مش عايزة تعملها، فبتبدأ تبعدك عن الحاجة دي، زي إنك تروح تتفرج على مسلسل، تكلم أصحابك، تخرجوا تروحوا كافيه، تقعدوا كده من ساعة لساعتين 3 مثلًا، تحب بقى ترجع تاني ما تعرفش، فدماغك تبدأ تخترع حاجة تانية جديدة، إنك لأ هابدأ من أول الأسبوع، لأ أنا هاصحى بكرة الساعة 6 وأبدأ كده وأنا فريش، وهكذا أنت على طول في الدوامة دي. من الآخر مخّك بيهرب من المسؤولية اللي عليه وبيحب الحاجات السهلة اللي بتبسطه. طب إيه الحل؟ أول حاجة كلّم نَفْسك، أيوه أنا عارفة أنت هتقول لي هو أنا مجنونة أكلّم نَفْسي، اسمع منّي بس، كلّم نَفْسك وقُل أنا لازم أقوم، أنا لازم أعمل الحاجة دي، هيبقى عليّا ضغط وبعد كده والتراكم اللي عليّا هيزيد، من الآخر حفّز نَفْسك إنّك تعمل الحاجة دي علشان بعد كده ما تزنقش نَفْسك ومش هتلحق، وتلاقي نَفْسك في زنقة الامتحانات وإحنا مش عايزين ده يحصل. تاني حاجة ركّز على الوقت إنّك تعمل ساعة مذاكرة و25 دقيقة break ده بيحسّسك إن المذاكرة اللي عليك مش كبيرة ولا كتيرة، ولكن لو بصّيت على كومة الكتب اللي وراك هتسيب كل حاجة مكانها وكأنك ما شُفتش حاجة. تالت حاجة ابدأ بحاجة سهلة إن أنت بتحبها، ده بيحسّسك إن المذاكرة دي فعلًا حاجة سهلة ومش معقّدة زي ما أنا كنت فاكر، وما تبدأش بحاجة صعبة تحسّسك إن عليك جبل مذاكرة ما لهوش نهاية، وأنت لسه في أول صفحتين من الكتاب وما بدأتش، فتكسّل وضهرك يوجعك وراسك اللي بقت زي البطيخة، وتقول لأ أنا هاخد break وتقعد عليها اليوم كلّه، مش بتعمل حاجة. رابع حاجة ابعد عن الملهيات والمشتتات، زي بقى الموبايل، التلفزيون اللي بتخلّص عليه مسلسل وأنت قاعد، لأ ممكن تدّي الموبايل أو الريموت التلفزيون لحد من أهلك، أو ممكن تمسح التطبيقات بتاعتك من على تليفونك، ولمّا تخلّص ابقى ارجع حمّلهم تاني، وتقطع علاقتك بأصحابك، طبعًا أنا باهزر، المهم إنك تكون مركّز في مذاكرتك وكتابك وبس. خامس حاجة حُط لنفسك مكافأة بعد ما تخلّص، ياه! بتحس إنك مستمتع وأنت بتلعب، أو بتتفرّج على المسلسل المفضل بتاعك، ويا سلام لو عندك كمبيوتر وتلعب عليه game كده، وروّق على نفسك ساعتها بقى، مش بتحس إن وراك حاجة وأنت مطنّش، وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والشير والسبسكرايب، ولو عندك أي تعليق اكتبه في الكومنتات.